السلام عليكم الاخوان والاخوات. في الفيديوهات اللي درت الاخرين على كاس افريقيا بزاف ديال الناس كيسولوني تيقولوا لي كيفاش نحولوا التشيكي. مثلا انا بغيت نشري تشيكي من عند شي واحد يحولها لي في الفان اي دي ديالي، ولا كاين كيقول لي انا بغيت نحول التشيكي لشي واحد ولكن ما كنعرفش كيفاش. وكاين بعض الناس اللي تواصلوا معايا في واتساب تقول لي راه حولوا لينا التشيكي ولكن ما طلعش لي في الابليكاسيون. باش يكون الفيديو واضح وبين غادي نقسموا ثلاث الفقرات. الفقره الاولى هي مثلا الطريقه كيفاش نحول انا التشيكي لشي واحد اخر. كاين جوج طرق، يا اما كتحول تشيكي من لابليكاسيون ديال افكون تشيكي 2025، كتدخل تما كتدخل ترانسفير، كتحدد الفان اي دي ديال الطرف اللي غادي تصيفط ليه. من بعد ما كدير الفان اي دي ديالو كيوصلو كود هو في الجيميل، كيصيفط لك هو داك الكود في الواتساب، كتكتبيه تما وكتحول ليه التشيكي صافي. كتطلع عنده في لابليكاسيون. الا كان الماتش قريب راه غادا تطلع عنده في لابليكاسيون، الا كان الماتش مازال بعيد راه ما غاداش تطلع عنده في ديك الوقيته. والطريقه الثانيه كديرها من الموقع ديال الكاف، كتدخل كتفتح الكونت ديالك عادي، كتجي للتشيكي اللي بغيتي تحولها كدير لها ترانسفير صافي، كتكتب الفان اي دي ديال الطرف اللي باغي تحول ليه، كيوصل له الكود نفس الطريقه ديال لابليكاسيون، كيوصل الكود كتشدي كتكتبيه عاوتاني صافي، كدير كونفيرم. كما قلت لكم سابقا الا كان الماتش قريب راه غادي تطلع عنده في لابليكاسيون، الا كان الماتش مازال بعيد راه ما غاديش تطلع عنده. وبالنسبه للكيو ار كود كيطلع حتى كتبقى 12 ساعه للماتش، كطلع لك تيكي بلي راه وصلتك. اما الكيو ار كود ما كيطلع حتى كتبقى واحد 12 ساعه الماتش عاد كيبان هذاك الكيو ار كود، هو اللي كتسكاني فاش كتبغي تدخل التيران. والنقطه الثانيه اللي بغيت نتحدث عليها هي ان بزاف ديال الناس كتنصب عليهم. بزاف ديال الناس راه واحد الدرجه كبيره كندخل فيسبوك، واحد الجروب ديال تشيكي كندخل لي فيسبوك، اغلبيه كنلقاهم تنصب عليهم في 1000 درهم 2000 درهم 3000 درهم، كيتنصب عليهم كيشريو تيكي كيتبلوكيهم هذاك مصافي. من الاحسن انك تشري تيكي من عند شي واحد اللي كتعرف فيه شخصيا، يكون مثلا شرا داك التيكي ماشي هو باش يعاود فيها للبيع، شراها مثلا غير طرا لي واحد السبب داكشي علاش ما خلاش يمشي للتيران وبغى يدير ترانسفير لشي واحد، ولا كان شاريها مثلا شرا تيكي لراسو، شرا تيكي لشي واحد كيعرفو وبغى يدير لي ترانسفير، شي واحد كتعرفي اون بيرسون ولا كتلاقى معاه فيس تو فيس باش كتبيع ليه داك التيكي ولا تشري من عنده داك التيكي. اما بار انترنيت ما كنصحش بها صراحه. وبالنسبه كاين شي ناس اللي يشرو بزاف ديال لي تيكي راه الاغلبيه تسدوا لهم لي كونت. مثلا كاين واحد كيشري مثلا 20 تيكي وكلهم كيحولهم في فان اي دي ديال شي واحد اخر، راه دوك الاغلبيه تسدوا لهم لي كونت، كيتسدوا لي كونت ودوك لي تيكي كامل كيتلغاو. لذلك راه عرف راسك من عاد من كتشري. الا كان شي واحد شاري بزاف ديال لي تيكي راه غالبا كيتسد ليه الكونت. اما شي واحد كان شاري مثلا تيكي وحده وما بقاش باغي يمشي للماتش وبغى يدير لها ترانسفير وكتعرفيه انت شخصيا، هذاك تقدر تاخذ من عنده التيكي. حيت عنده غير وحده كان شاريها لراسو باش يدخل التيران ودار لها ترانسفير وصيفطها لك انت باش تدخل التيران. والنقطه الاخيره اللي بغيت نشارك معكم هي ان الشرطه الوطنيه بدات كتعتقل الناس اللي كيبيعوا لي تيكي. بزاف ديال الناس ما يقارب 8 الاشخاص اللي تشدوا بسبب لي تيكي اللي كيبيعوهم، حيت شارين بزاف ديال لي تيكي. اما واحد شاري مثلا تيكي وحده ودار لها ترانسفير ما كنظنش غادا تتابعوا الشرطه الوطنيه، كيتابعوا غير الناس اللي شراو بزاف ديال لي تيكي. مثلا كاين اللي كتلقى شاري 12 15 وكلهم محولهم في فان اي دي ديال شي واحد اخر، هذاك راه كيشكوا فيه، يا اما كيسدوا ليه الكونت يا اما كيتابعوا. عاد الناس اللي كيتنصب عليهم تما كيقدموا شكايات، واخا هذا الفعل راه فعل كيخالف القانون، انك تشري من السوق السوداء هذه العمليه راه كتسمى كتخالف القانون. ولكن شكون اللي كيتحمل العقوبه؟ هو الطرف اللي كيبيع. اما المشتري ما كيتعرضش للعقوبات، اللي كيتعرض للعقوبات هو الطرف اللي كيبيع التيكي في السوق السوداء. ولكن غتجي في كومونتير غتسولني تقول لي قرا الكاف عاطين الخاصيه ديال الترانسفير انهم كيسمحوا بانك دير ترانسفير للتيكي ديالك. وي راه متفق معاك، ولكن انا كنقول لك هادشي على الناس اللي شارين بزاف ديال لي تيكي وكلهم داروا لهم ترانسفير، ماشي شرا تيكي واحده ولا جوج ودير لهم ترانسفير شي واحد كيعرفو. عاد نزيدوا على الثمن اللي تكون مضاعف بزاف، كتلقى مثلا 2000 درهم 2500 درهم، راه الثمن المضاعف كثيرا والكميه ديال لي تيكي كبيره بزاف. لذلك راه انا كنت كندير ديجا فيديوهات، درت ديجا فيديوهات كندخل كنقطع التيكي وكندير لكم فيديو كنقول لكم دخلوا تقطعوا التيكي. ولكن بعض الناس ما تكونوش مسالين، وعاد زيد على الضغط ديال الموقع كيكون عليه ضغط كثير ما كيلقاوش بنادم كيفاش يدخلوا يقطعوا التيكي. النصيحه الاخيره اللي بغيت نقدم لكم هي انك ملي تبغي تشري شي تيكي من عند شي واحد، يا اما تكون كتعرف فيه اون بيرسون ولا تلاقى معاه فيس تو فيس، يكون ما شاريش هو اصلا بزاف ديال لي تيكي. حيت اللي كان شاري بزاف ديال لي تيكي راه غادي تسد ليه الكونت، يكون شاري مثلا غير تيكي وحده وما بقاش باغي يمشي للتيران لسبب صحي او ظروف اخرى، صافي كتاخذ من عنده انت تيكي وكتمشي للتيران. صافي هذا هو الفيديو. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك سبسكرايب وتبارطاجيو الفيديو مع شي واحد محتاج هذه المعلومه.